مجرد الاسم يستحضر صورا، أليس كذلك؟ روائح التوابل، الأسواق الصاخبة، المدن القديمة. لكن هذا المكان، هذه المملكة هي أكثر من مجرد صورة، إنها مفترق طرق. لقرون كان المغرب نقطة التقاء بين أفريقيا وأوروبا، حيث يلتقي البحر الأبيض المتوسط بالصحراء الشاسعة. تشعر بهذا التصادم بين الثقافات والتاريخ في الهواء. إنه لأمر ساحر. كما ترون، المغرب ليس مجرد مكان تزوره، إنه مكان تعيشه. تضيع في أزقة فاس المتاهة أقدم مدينة إمبراطورية، تساوم على الفضة في ظل مسجد الكتبية، تحتسي شاي النعناع حلوا وقويا، وتستمع إلى القصص التي تروى عبر الأجيال. وفي تلك القصص في أصداء الماضي تبدأ في فهم مدى تمييز المغرب حقا. لفهم المغرب حقا عليك أن تعود بالزمن إلى الوراء، قبل العرب، قبل الرومان، حتى قبل أن يغمس الفينيقيون أقدامهم في هذه المياه. عليك أن تعود إلى الأمازيغ. كانوا السكان الأصليين أقوياء ومبدعين، يعيشون في وئام مع هذه الأرض التي غالبا ما تكون قاسية. كانوا بدوا ومحاربين وتجارا، وتركوا بصماتهم على كل شيء. تراها في اللغة الأمازيغية التي لا تزال تتحدث في الجبال والصحاري. تراها في الموسيقى، إيقاعات الطبول التي تردد طقوسا قديمة. وتراها في روح الشعب المستقل بشدة والفخور بتراثه. هؤلاء هم الذين وضعوا الأساس للمغرب الذي نعرفه اليوم. القرن السابع الميلادي، وصلت قوة جديدة إلى شواطئ المغرب بالإسلام. لم يكن هذا مجرد تغيير في الدين، بل كان تحولا جذريا في الثقافة والهوية. جلب العرب معهم لغتهم وعاداتهم ودينهم، والمغرب الذي لطالما كان بوتقة انصهار استوعب كل ذلك، محولا نفسه مرة أخرى. ازدهرت مدن مثل فاس ومراكش كمراكز للعلم والتجارة الإسلامية. ارتفعت المساجد والمدارس، وتصاميمها المعقدة دليل على مهارة الحرفيين المغاربة. وأصبح صدى أذان المؤذن جزءاً لا يتجزأ من المشهد الصوتي لهذه الأرض. الجزء الرابع: سلالات الذهب والإيمان. لقرون حكمت المغرب سلالات قوية: المرابطون، الموحدون، المرينيون، السعديون، كل منهم ترك بصمته على هذه الأرض. بنوا القصور والمساجد والمكتبات والجامعات، وسعوا إمبراطورياتهم، وسيطروا على طرق التجارة التي امتدت عبر الصحراء إلى أفريقيا جنوب الصحراء. كان هذا عصراً ذهبياً للمغرب، وقت للثروة العظيمة والازدهار الفكري والفني. هذا عندما أصبح المغرب كياناً متميزاً جامعاً بين التأثيرات الأمازيغية والعربية والإسلامية في شيء مميز حقاً. الجزء الخامس: الاستقلال وما بعده. جلب القرن العشرون تحديات جديدة. القوى الاستعمارية المتعطشة للأرض والموارد وجهت أنظارها نحو المغرب. قسم الفرنسيون والإسبان البلاد وفرضوا حكمهم على هذه الأرض القديمة. لكن روح الاستقلال، تلك النار الأمازيغية، لم تنطفئ أبدا. في عام 1956 استعاد المغرب استقلاله أخيرا. لقد كان عصرا جديدا، وقتا لإعادة البناء وإعادة اكتشاف هويتهم بشروطهم الخاصة. اليوم يسير المغرب على خط رائع بين التقاليد القديمة والتطلعات الحديثة. إنه بلد يتطور باستمرار ويتغير باستمرار، ولكنه يظل دائما وفيا لجذوره. وهذا يا أصدقائي هو ما يجعله جذابا للغاية.